السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غدا ساهل ماهل، طريقه سهله ديال الكفته ديال الحوت. كتجي غزاله صراحه وسهله جدا، وواحد السلطه ديال الروز ولي فخوي اللي كتجي غزاله. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو، ما كنتسنى تشجيعاتكم بلايك او كومونتير، وكتبوا لي من لايكات باش يطلع لي الفيديو. وشكرا للناس اللي متبعيني، ومرحبا بالناس جداد، ونبداو على بركه الله. في واحد طنجره غنديروا تقريبا 6 ديال المطيشات محكوكين، 4 ديال ربيع قزبر معدنوس مخلطين ومقطعين مزيان، 6 الصوص ديال الثومه غندير النص ديالهم هنا والنص ديالهم غنديرو مع الحوت. القياس ديال الملحه على حسب الذوق، معلقه ونص ديال السكينجبير، معلقه ونص ديال الخرقوم البلدي العرق اللي كيكون مطحون، معلقه ونص ديال القزبر. انا كنحماق على القزبر صراحه في الطياب كيجي واعر، وواحد نص حامضه معصوره، العصير ديال نص حامضه. غنخلط كل شيء مزيان، وغادي نزيد نص معلقه ديال البزار، 2 معالق صغار ديال التحميره، و2 معالق ديال الكمون. غنحرك كل شيء مزيان وغنحطها فوق البوطه. غنشعل على نار مهيله، وغندير نص كاس ديال الزيت ديال الطيب اولا زيت البلديه على حسب الاختيار، وكاس كبير ديال الماء. غنغطي كل شيء وغنخليهم لمده ديال نص ساعه، وندوز باش نطحن الحوت. عندي هنايا خديت كيلو ونص ديال الحوت ديال السردين، غسلته مزيان وخليته ينشف شويه، يعني تقدر يحيد منه داك الماء ديالو. وخديت واحد الطحانه ديال الضو وغندير فيها الحوت، ودرت عليه الملحه، البزار، التحميره، سكينجبير، الخرقوم عارق، القزبر والربيع، وداكشي اللي بقى ليا من الثومه، وطحنته مزيان. ملي غنطحنو غناخد الكفته ديالي، غنبدا كنشكلها كويرات وكنحط على جنب. نسيت ما قلت لكمش قبيله باللي زدت نص عصير ديال الحامضه على الحوت عاد طحنته. المهم ندوزو باش نوجدو لا سلطه. خديت زلافه ديال الروز اللي قتلتها مزيان وشحرتها مع شويه ديال الزيت حتى تشحرات، وعاد درت عليها 3 ديال الكيسان كبار ديال الماء وخليته كيطيب. كيف ما كتشوفوها هو طاب هنايا حبه حبه. خليته برد وزدت عليه الزبيب الكميه اللي بغيتو، زدت عليه واحد الياغورت، انا درت هنا ديال الراني، ديروا نتوما اي نكهه بغيتو. وغنزيد عليه المشماش مقطع والبنان مقطع، اي فاكهه عندكم ديروها فيه. انا كنت باغا ندير فيه صراحه الكركاع، مولفه كندير فيه الكركاع محمر كيجي خطير. المهم غنزيد ساشي ديال سكر فاني، وغادي نخلط كل شيء. اللي بغى يزيد السكر العادي يزيدو، انا ما صراحه ما كنزيدوش، كتبقى بحال هكا الحلاوه مزيانه. وهذا المهم كيبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد وعلى حسب الذوق ديال كل واحد. غنحرك اولا غنخلط كل شيء مزيان مزيان حتى كيتخلط. كيف ما قلت لكم، اللوز، كركاع، بيستاش، اي حاجه عندكم بغيتو تزيدوها زيدوها، الفريز، اي فاكهه بغيتو تزيدوها زيدوها. كيف ما كتشوفوا تخلط عندي الخليط هنا مزيان. غنحطو يبرد ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديال الكفته ديال الحوت وديال لاصالاد. غتلاحظوا بلي واحد المقطع ناقص، واللي هو ملي سالت نص ساعه بعد ما حطيت الطنجره فوق البوطه. سالت نص ساعه، درت الكفته وزدت عليها الحامض مصير والزيتون وخليتهم
نص ساعه اخرى حتى طاب ليا الحوت. غنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. الناس اللي كيشجعوني كنقول لهم شكرا بزاف، والناس الجداد كنقول لهم مرحبا بكم. ما تنسونيش باللايكات ديالكم ولي كومونتير المحفزين. كنتمنى تجربوا الوصفه لحقاش سهله وكتجي واعره، كتجي خطيره. الوصفات بجوج الصراحه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو فراسكم.